يا أهلا بالحلويات اللي بتدوب في البق. مفيش عيد يكمل من غير ما نعمل البدفور الجميل. انسوا أي بدفور دقتوه قبل كده، وانسوا المحلات الجاهزة بأسعارها الخيالية. النهاردة هقول لكم على السر اللي بيخبيه عنكم الحلواني. بدفور العيد اللي بيدوب في البق وناعم زي الحريق، وبرسمة ثابتة ومستحيل تفرش معاكي في الفرن. النهاردة يا جماعة هنعمل مع بعض قنبلة حلويات العيد، أنا بسميه دايما قنبلة حلويات العيد، بمقادير اقتصادية وبنتيجة أفخم من أي فخامة. يلا نبدأ مع بعض الفيديو ونسمي الله، لكن ما ينساش طبعا ندعم القناة بلايك واشتراك. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا بدأت بيها، جبت 400 جرام زبدة على سمنة. أنا كان عندي خليط زبدة على سمنة عملت بيه، يمشي سمنة عادي ويمشي زبدة عادي، إيه اللي ترتاحي فيه. لكن الزبدة بتخلي البدفورة معاكي ناعمة خالص وجميلة ودايبة كده في البق. لو متوفر زبدة يبقى أحسن حاجة، مش متوفر السمنة عادي، لأن أنا بقول لكم المقادير دي مقادير اقتصادية وموجودة في كل بيت. أنا كان عندي خليط بين السمنة وبين الزبدة اشتغلت بيه واداني نتيجة جميلة جدا، أكيد هتعجبكم. تابعوا معايا الفيديو للنهاية وهتعجبكم جدا. أول حاجة مسكنا السمنة بتاعتنا حطيناها في التلاجة شوية، لازم تبقى ساقعة شوية يا جماعة عشان خاطر تاخد القوام المظبوط. بعد ما طبعا حطيناها في التلاجة حوالي نص ساعة قبل ما نشتغل، ناخدها على طول على على المضرب الكهربائي. المضرب الكهربائي تفضلي تضربي فيها لحد ما تعمل معاكي فوم كده كريمي. وبعدين هننزل بربع كيلو سكر، ده كان ربع كيلو يا جماعة يعني 250 جرام، عمل معايا كوبايتين ونص. كوبايتين ونص سكر بودر انا طحناه في البيت. لو متوفر عندك مطحون جاهز من المحلات بيبقى افضل طبعا، لكن انا عامله المقادير كلها اقتصاديه، يعني كل حاجه محبتش اكلف، كل حاجه موجوده عندي في البيت. حاجات من البيت فرمتها في الكبة عندي، ممكن تعملي كده عادي، بس لو عملتي يعني لو فرمتيه في البيت لازم تنخليه، الخطوه دي ضروري جدا لازم يتنخل يا جماعه. فلو هتعملوه في البيت تنخلوه عشان خاطر يبقى فيه تكتلات. اول حاجه طبعا زي ما قلت لحضراتكم هعيد تاني، جبت 400 جرام من الزبده على السمنه، ضربتهم بالمضرب الكهربائي لحد ما عملوا معانا فوم. وبعد كده نزلنا بربع كيلو سكر بودر، وبرضو ضربناهم مع بعض جدا جدا كده لحد الذوبان. وبعدين هننزل بثلاث بيضات. لو عايزه البلفور بتاعك ناعم مفيش فيه قرمشه هتنزلي ببيضتين وبواحده صفاره، وهتلغي بياض البيض، يعني 3 بيضات بدون بياض واحده فيهم، 2 بيضه كامله وصفاره بس. لو عايزاه مقرمش زي اللي انا عملته في الفيديو، انا كنت عايزاه مقرمش عشان يستحمل، لان عندي اطفال لو اديتهولهم دايب هيهروه طبعا وهيدهولوا الدنيا، فانا كنت عاملاه في سنه قرمشه. نزلت ب3 بيضات كاملين، واللي يريحك برضه اللي انت حاسه ان هو الافضل ليكي. وبعد كده نزلت بمعلقة فانيليا، لأن ال3 بيضات محتاجين معلقة فانيليا أو 3 تظرف فانيليا. وبعدين نزلت طبعا بالفرم تاني، فضلت أفرم تاني لحد ما يبقى معايا الفوم زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة إن يكون معاكي الفوم كده. دي كانت كمية دقيق 800 جرام. عايزة أقول لكم يا جماعة يعني 800 جرام دقيق يعني 400 جرام سمنة، يعني 200 جرام 250 جرام سكر. هي كده يعني ايه تسلسل كده، يعني تكون حاجة معروفة. عملتي كيلو دقيق هتعملي عليه نص سمنة، هتعملي عليه 300 جرام سكر. ونفس المقادير دي شغالة في كل، يعني كل ما تزودي الكمية تضاعفي الكمية بتاعة السكر وبتاعة السمنة. وبعدين نزلت طبعا ب3 معالق نشا و3 معالق سكر بودر. سكر بودر بيخليه اللبن البودر سوري، اللبن البودر بيخليه في مكان تاني خالص، النشا بتخليه مقرمش وجميل. فاللي انتوا ترتاحوا له الاتنين طبعا ما شاء الله بيدوا نتيجة هايلة. وبعد كده انزل بقى يا جماعة مش هعجن، يعني تلمي العجينة، اهم حاجة تلمي العجينة لم بس كده، عشان لو عجنتيها تعملي عرق للدقيق، واحنا مش عايزين نعمل عرق للدقيق. واعذروني طبعا لو كان في مشكلة عندي في الصوت، لان عندي دور برد، ربنا يعافيني يا رب ويعافي كل مريض. هنا قسمت العجينة بتاعتي نصين، عشان اولادي كانوا عايزين بالشوكولاتة وعايزين سادة، فطبعا يعني الشوكولاتة دي كل الاطفال بيحبوه. اول حاجه هننزل طبعا ب3 معالق 3 معالق من الكاكاو الخام، عليهم معلقتين سمنه او معلقتين زيت. وبعدين تعجنوهم مع بعض، تسيبي العجينه وتعجني الكاكاو لوحده، تلفيه لوحده كده بالشوكولاته وتسيبيه في جنب، والتاني نفس الوضع. انا اشتغلت هنا يا جماعه بالقمع F7، كان مديني نتيجه حلوه. والكيس ده بيجي من عند اي حلواني، سعره 50 جنيه، مش غالي، سعره حلو، بس بتعمليه اكتر من 100 مره، شغال معايا بقاله اكتر من 3 سنين، ما شاء الله ما بتقطعش وجميل جدا. يعني اي مستلزمات حلواني هتلاقي عنده الكيس الحلواني ده. وده عايزه الكيس السيليكون النظيف اللي هو سيليكون من جوه وقماش من بره،
فده بيبقى حلو أوي. يعني لو جبتوه هيكفي معاكم حوالي سنة أو 2. واشتغلت طبعًا بالبلبلة اللي هي F7 حلوة، ادّت نتيجة حلوة، وفي نفس الوقت ما فرشتش معايا وفضلت متماسكة وفيها سِنّة قرمشة رهيبة. يعني زي ما قُلت لكم لو عايزينه ناعم خالص دايب خالص هتحطّوا بيضتين كاملين وصفارة بيضة واحدة وهتستغنوا عن بياض البيض. ده طبعًا أشكّله في الصينية بتاعتي. أهم حاجة يا جماعة لو الصواني عندكم بتلزق ما تحطّوش سمنة خالص، حطّوا ورقة زبدة، لإن السمنة هتخلّيه يفرش معاكم، لو دهنتوا الصينية سمنة أو زيت هتخلّيه يفرش معاكم. فأنتم تدهنوا تحطّوا من ورقة زبدة. وإحنا طبعًا البوتاجاز ما بيتحطّش عليه لا بيكنج باودر ولا أي مواد رفع نهائي، ما بيتحطّش عليه أي مواد رفع، هو كفاية البيض بس هو إن شاء الله يخلّيه معاكِ رسمة متماسكة وجميلة. بدأت كده أعمل طبعًا اللي هو الفانيليا وأعمل الشوكولاتة. ما شاء الله كان طعمه رهيب جدًا. أنا عايزة أقول لكم يعني أنا كرّرته مرّتين، عملت مرّتين، يعني عملت الكمية دي معاكم ورجعت عملت كمية تانية لإن ما شاء الله أولادي حبّوه وخلص قبل العيد. بألف هنا وشفا يا رب. زي ما أنتم شايفين هو دايب يعني نُص دوبان، ما هوش اللي هو دايب خالص ولا اللي هو ناشف خالص، لأ بيقطم معايا حلو ومقرمش وجميل. وعملت كمان معايا كمية محترمة جدًا ب800 جرام دقيق بس، وب400 جرام سمنة. أعيد تاني عشان طبعًا لو لسه حد جديد داخل عندي على القناة. شرّفتني طبعًا كل اللي بيدخلوا عندي وكل التعليقات المحترمة اللي دايمًا باتشرّف بيها بوجودكم معايا. هنا طبعًا كانت الرسمة زي ما أنتم شايفين ثابتة 100% وجميلة والبلفورة معايا ما هياش فارشة وما شاء الله جميلة جدًا. عايزة أقول لكم طبعًا المقادير دي يا جماعة موجودة في كل بيت، يعني لو فتحنا أي ضلفة مطبخ هنلاقي الدقيق وهنلاقي السمنة وهنلاقي طبعًا النشا وهنلاقي كل الحاجات اللي أنا ذكرتها في الفيديو. حاجات سهلة، حتى المكسرات اللي جايباها يعني اقتصادية وسهلة جدًا، وحتى لو اشتريناها رخيصة، يعني الفارماسي رخيص جدًا، جوز الهند موجودة في كل بيت، الفول السوداني موجود برضه في كل بيت. هنا كان عندي طبعًا شوكولاتة، شوكولاتة خام بيضا وشوكولاتة خام كاكاو. أول حاجة طبعًا سيحتهم في الميكروويف أو على البوتاجاز في حمام مَيّة، الموجود عندِك أو المتوفر عندِك السهل ليكِ اعمليه. وبعدين طبعًا مسكت كل بوتفوراية كده لزقتها بالشوكولاتة. ما باحبش ألزقها يا جماعة بالمربى، لإن المربى بتطري البوتفور. فأنا بصراحة أنا بافضّل إن أنا ألزقها بالشوكولاتة. بدأت إن أنا ألزق كده شوكولاتة بيضا جواها أو شوكولاتة سمرا اللي أنتِ عايزاه. وبعدين أسقّطها طبعًا في الكاكاو وأقوم حاطاها تاني في قلب الفارماسيه أو جوز الهند أو الفول السوداني. عايزة أقول لكم إن أنا أول مرّة كنت أعمله بالفول السوداني كان طعمه خطير جدًا، وأولادي عجبهم طبعًا عجبهم يعني البلوفور بالطريقة ديًّا. وبصراحة كان جميل وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبنا وعلى قلوبكم جميعًا. ما تنسوش طبعًا تجربوه أكيد هيعجبكم. ويا رب يكون فيديو النهارده خفيف على قلوبكم واستفدتوا منه لو بمعلومة صغيرة. وعاوزة أقول يا جماعة إن البيتفور مش مجرد حلويات، ده فرحة بنشاركها مع أولادنا في العيد. جربوه وفرحوا بيه أولادكم وبيتكم وبالهنا والشفا طبعا مقدما. اللي هيجربه هستنى طبعا يقول لي في التعليقات. وكده طبعا كان شكل البيتفور بتاعنا بعد ما دلعناه وزيناه بجد لوحة فنية. هستنى تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه بكل صراحة. وشكرا طبعا لكل اللي بيتابعوني. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفات العيد. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف كده على قلوبكم. مع ألف سلامة.